مشروع الحزام العربي ضد الكرد في سوريا بدأ في عام 1965 وتم تنفيذه بشكل رئيسي في عام 1974. الهدف من المشروع التغيير الديموغرافي للمناطق الكردية وتهجير الكرد من مناطقهم ومن أراضيهم، وهذه أهم بنود المشروع لمخططه الضابط محمد طلب هلال رئيس الشعبة السياسية في محافظة الحسكة عام 1962. البداية: سياسة التجويع، منع الكرد من زراعة أراضيهم لمدة 3 أعوام، الاستيلاء على الأراضي الكردية تحت مسمى أملاك الدولة، جلب 1,000,000 مستوطن عربي وتوطينهم في المناطق الكردية، مصادرة أراضي الكرد وتوزيعها على المستوطنين العرب، تغيير أسماء القرى والمدن والمناطق والتلال الكردية إلى أسماء عربية، منع اللغة الكردية وفرض اللغة العربية على الكرد ضمن المناطق الكردية، الترويج والدعاية والتدريس ضمن المناهج الدراسية على أن الكرد لا أصل لهم وهم ليسوا سكان المنطقة الأصليين بل هم لاجئين، منع الزي الكردي وفرض لباس العقال والقلابية العربية على الكرد، يمنع إطلاق الأسماء الكردية على أطفال الكرد عند التسجيل في سجلات الدولة، سد أبواب العمل أمام أبناء الكرد وتجويعهم ومحاربتهم معيشيا واقتصاديا ومعنويا ونفسيا، شن حملة كراهية ضد الكرد، إثارة الفتن بين العشائر الكردية وضربهم ببعضهم البعض، جعل الشريط الحدودي منطقة عسكرية لوزارة الدفاع السورية لفصل الكرد الشمال عن كرد غرب كردستان، تجريد الكرد من السلاح وتسليح المستوطنات العربية على أن تكون فيها عناصر مدربة ومسلحة، عدم السماح لمن لا يتكلم العربية بممارسة حق الانتخاب والترشيح في المناطق الكردية، تسهيل الهجرة للكرد إلى خارج البلاد لإفراغ المنطقة من الكرد بشكل كامل، تنسيب كل الآثارات التي تكتشف في الأراضي الكردية إلى بعض الأقليات وإيهامهم بأنهم هم أصحاب الأرض بينما الكرد لاجئين، ولاستخدام هذه الأقليات أثناء الحاجة ضد الكرد.